القهوة دي سكرها زيادة. انت لسه دقتها يا بيه؟ من غير ما ادوقها. انا اقدر احس بالحاجة من غير ما ادوق. فعلا يا بيه، هي سكرها قليل. وانا طالبها سكرها زيادة ولا سكرها قليل؟ هو انا عقلي دفتر يا بيه؟ مش ممكن الواحد يقدر يعيش في البيت ده، مستحيل. ده مش بيت. امال ايه يا بيه؟ مش عارف. جايز تجمع بشري، جايز ساتر، جايز حيز مكاني محدود، انما بيت لا. ليه؟ قلت لي ليه؟ انا بقى اقول لك ليه. لان البيت هو المكان اللي يفجر جواك ينابيع من الاحلام. البيت هو المكان اللي تقدري وانت فيه تحلمي بتغيير العالم، بترتيبه من جديد. هي دي معجزة البيت. انما ده مش بيت. ده نص لوكاندا على نص مطعم على نص سوق على نص بيت فيه ديكورات، انما بيت لا. ثانية، ما تفتحيش مواضيع مع البيه وتضيعي وقت. يرجع يشد في شعره ويقول مش عارف اكتب. لا مؤاخذة يا بيه، عن اذنك. ثانية. نعم يا بيه. استنى يا ثانية، استنى يا ثانية. كان في هنا 3 نملات بتفائل بيهم، كانوا بيجوا من الشباك اللي على الجنينة. راحوا فين؟ هما ايه يا بيه؟ النملات اصحابي. الست هانم جابت مبيد من الأجزخانة ورشت على الشبابيك والأركان، موتت النمل كله. أنا دلوقتي عرفت السر في أني مش عارف أكتب. مش عارف أكتب. من المذبحة اللي حصلت للنمل، من الآلام اللي تألمها النمل، من الفجيعة اللي أدركته. ليه ليه تموتوا النمل وتسيبوا الصراصير في حياتنا؟ ليه؟ النمل كان هياكلنا، ما نموتوش ازاي؟ بقى النمل كان هياكلك برضه. انت ايه؟ وحش قاتل؟ ها؟ مفيش في قلبك رحمة؟ ما عندكيش احساس؟ بقى النمل مسكين الضعيف اللي قد فتافيت السكر كان هياكلك برضه. انا فهمت دلوقتي ليه انا مش عارف اكتب. اكيد النمل اللي نجا بيدعي عليا دلوقتي. قطعا عامل ميتم كبير وقاعدين يعيطوا وبيدعوا عليا. مش ممكن هقدر اكتب. ما تعملش النمل